السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي سنة أولى عاملين إيه؟ وحشين ميس لميا كتير أوي أوي أوي. النهاردة إن شاء الله هنشرح يونت 6 الوحدة السادسة واللي بعنوان Animals around me. Animals around me. طب تعالى واحدة واحدة كده نشوف المقاطع اللي احنا قلناها دي، عشان أنا عارفة إن في شطار حلوين بيتابعوني وعارفين يقروا العنوان وقروه قبلي كمان لوحدهم، بس عارفة إن في ناس مش متابعاني ومش عارفة يا حرام تنطق ازاي. تعالوا احنا بقى نعلمهم ازاي ينطقوا الأصوات الجديدة عندنا. طيب أول حاجة animals حيوانات، دي سهلة animals. طيب بعد كده عندي around. مين مش عارف ان الأو مع اليو بننطقها أو؟ ليه مين مش عارف الحكاية دي؟ احنا قلناها كتير، الأو واليو بننطقها أو، يبقى اسمها around around اهي كده الأو واليو أو. around me يعني أنا، حواليا أنا around me. خلاص كده تابع ميس لميا عشان قواعد النطق عشان تعرف تنطق كويس. lesson 1 الدرس الأولاني وهي اللي بعنوان welcome. الإي في الآخر ما انطقهاش. welcome مرحبا وأهلا. to the التي والاتش انطقها the jungle. الإي في الآخر ما انطقهاش. jungle welcome أهلا بيك to the jungle في الغابة. ناخد حيوانات الغابة أكيد طالما عنوان كده. أول حاجة العنوان في النص اسمه jungle غابة. أسد يعني lion. بص أنا بكرر كم مرة؟ كرر زيي. نمر يعني tiger. قرد يعني monkey. زرافة يعني جيراف والإي في الآخر ما انطقهاش. جيراف. ثعبان snake. الإي في الآخر ما انطقهاش. snake. فيل يعني آلي والبي والاتش انطقها elephant. يبقى دي الانيمالز الحيوانات بتاعت الغابة. يلا بينا ناخد كلمات تانية زي كلمة على الأرض on the ground. الأو واليو أنطقها أو، يبقى ground on the ground على الأرض on the ground. غابة قلنا عليها jungle. يلا ناخد بقى كده الكلمات. ناخد القاعدة خدناها والله قبل كده. السؤال المشهور بقالنا كتير جدا بناخده What is this؟ ما هذا؟ What is this؟ ما هذا؟ اتفقنا ان قلت لك ايه ساعتها؟ قلت لك انت لو شفت this و is في السؤال نخطفهم في الإجابة. فأقول this is a lion وممكن أقول it is a lion. هذا أسد. يبقى السؤال بتاع النهاردة what is this؟ ما هذا؟ أرد وأقول له it's a lion وممكن أقول له this is a lion. هذا يكون أسد. والسؤال اللي خدناه الحصة اللي فاتت الفيديو اللي فات، كم عدد how many، وقلنا بيجي وراها الحاجة اللي أنا عايز عددها. السؤال مثلا بتاعنا how many legs، كم عدد الأرجل. does the tiger، اللي عند التايجر how many legs، كم عدد الأرجل اللي عند التايجر. فقال له the tiger النمر has لأن هو واحد بس، تايجر واحد بس ياخد has بتاعت المفرد. the tiger has التايجر عنده four legs 4 رجول. وهو حاسس شوية ان انت ناسي قاعدة have و has فقال يقول لك have و has الاتنين دول للملكية ومعناهم عندي او عندها او امتلك. have عندها 4 حروف كبيرة، has يا عيني عندها 3 صغنونة. have عندها 4 حروف فتاخد 4 معاها، الوي واليو والذي ومعاهم الاي. انما الهاش صغيرة تاخد الصغننين الهي والشي والإت. خلاص كده دي قاعدة have و has. نيجي هنا يونت 6 كمان بيكلمني على ازاي اسأل عن المكان، وانت عارف ان السؤال عن المكان بأين، وأين يعني where. الW تضرب الH وتقول لها اسكتي، يبقى where أين. where is the lion، فين الأسد وديتوه فين، راح فين. where is the monkey، فين القرد.
يبقى يلا بينا. Where is the monkey؟ فين القرد؟ أين القرد؟ هقول له the monkey، القرد is يكون in the tree، في الشجرة، in the tree، في الشجرة. ده المكان بتاعه. يبقى لما أسألك بوير ترد عليا بالمكان، لأن وير يعني أين، وير يعني أين. يلا بينا. عمر بيقول look، بصوا. look، بصوا. what is this؟ ما هذا؟ ردت ليلى قالت له it's a lion، ده أسد. في إيه؟ أسد. قال how many lions؟ كم عدد الأسود can you see؟ اللي انتوا شايفينها. ردت عليه قالت له I can see، أنا شايفة two lions، أسدين اتنين. قال لها how many legs التايجر have؟ عند التايجر. قالت له the tiger عنده has 4 legs، 4 رجول. سألها سؤال تاني، عمال كل شوية يسألها وليلى تجاوب، هو يسألها وليلى تجاوب. عمر راح سألها قال لها where is the monkey؟ فين القرد؟ قالت له the monkey، القرد is in the tree، في الشجرة. عمر قال لها I see، أنا شايف an elephant، شايف فيل and giraffe وزرافة كمان. ليلى قالت له and look، وبص هنا look انظر there is a snake، في تعبان on the ground، على الأرض، بتخوفه ليلى. هما الاتنين قالوا we love jungle، احنا بنحب الغابة. يلا بينا. دي كده المحادثة. هنا هنعمل سيركل على الصورة، هنقرا الكلمة ونعمل سيركل على الصورة. يلا بينا. بعد كده نعمل يس ونو، يس ولا نو. هنا هنعمل سيركل، هنعمل دايرة على الحاجات اللي عندها 4 legs، 4 رجول. اقرا راس السؤال عشان تفهم هو عايز منك ايه. homework، هننزل بحيوانات الجنجل الغابة. وبعد كده بقى هو عندي، تعالى هنا معايا احل معاك ده. عمر بيقول هاو نقط legs، هاو ايه احنا خدناها النهارده؟ ميس هاو ميني يا ميس، هاو ميني legs، كم عدد الارجل. شاطر. عمر بيسأل بيقول where نقط، where ايه؟ where tree؟ لا يا ميس where is، اين يكون، where is. واخر حاجه بنقول the monkey، القرد in في the tree، الشجره، في الشجره. عندي هنا reorder، هنرتب الكلمات ترتيب صح. وبعد كده هنا ماتش، هنوصل بالصوره. هنا بعد كده عندي choose الاختيارات برضو هحلها معاك. يلا. how ايه؟ how نقط lines. ايوه يا ميس انا عارف. how many كم عدد اللاينز، كم عدد الاسود. where نقط the monkey. ميس where is the monkey؟ اللي هو بيسأل على قرد واحد، يبقى أقول أين يكون where is the monkey. يلا بينا على الجملة التالتة. it نقط it ايه؟ it is يا ميس بتنفع طبعا verb to be، he و she و it بياخدوا is. the نقط is يكون in the tree، في الشجرة. مين بقى اللي هيكون على الشجرة؟ يعني تفتكروا مين؟ الكاو البقرة، الاليفانت الفيل، يا سلام. مونكي أكيد القرد. نترجم العربي هنعرف نحل شطار جدا. يلا بينا. هنا كمل الحروف الناقصة، اعمل يس ونو. ونيجي الدرس التاني اللي على طول بيكون فونكس. المرة دي هيجينا أنه حرفين، حرف الب ب اوعى تخرج هوا، حرف ال ب زي bird طائر. boy ولد. ball كورة. وهنا هنستوقف دقيقة. ال A والدبل L بننطقها all يا ميس، all يا ميس لميا انت قلتها لنا، انا بقول تاني عشان اللي مش عارف مش متابعنا. all ball. موزة يعني بنانا. عجلة يعني بايك. الاي في الاخر ما انت اهو ساعد الاي عشان تقول اسمها اي بايك. نروح عند حرف ال. وجبة الغداء لانش. السي والاتش انطقها تش لانش. ورقة الشجرة ليف. اكسر جامد. الاي صاحبتها الاي. ليف. اسد لاين. ليمون ليمون. وهقولها تاني عشان منطقوها غلط. ليمون. والاو يا ميس منطقها نطق خفيف خالص. ليمون. الاباجوره لامب. والبي في الاخر ب. خلصنا دي الكلمات. وبعد كده انزل بقى اعمل تريسنج، يعني امشي على الحروف دي عشان تقوي عضلة ايدك. وبعد كده يلا نكمل.
تاني امشي امشي امشي، كلمات احفظها اهي، انزل بالكلمات واحفظها. وهنا بقى ايه التمارين العادية خالص، ماتش توصل. lesson 3 الدرس الجاي ان شاء الله، الفيديو الجاي هنشرح lesson 3 و lesson 4. مع السلامة يا حبايب وحبيبات القلب.